السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خبر صادم لجمهور النادي الأهلي. خبر صادم لجمهور النادي الأهلي. ولله الحمد، ولله الحمد. أخيرا عشت وشفت إن في قوانين بتطبق على النادي الأهلي. أخيرا، بس طبقوها نص نص بس، يعني اهو الدنيا ماشية شوية. قبل ما نقول الخبر، يعني بستسمحك تعمل لايك وتعمل شير. بستسمحك، انا اول مرة اطلبها، تعمل لايك وتعمل شير. نيجي بقى للخبر. ايقاف 986 من مشجع النادي الاهلي عن دخول مباراتان متتاليتان عن تشجيع الفريق بتاعهم. ولله الحمد. يعني يقول ألف نظرا للسباب اللي قام به الجمهور اتجاه آخرين. دي مش شغلتك، دي يا باشا مش شغلتك. انت رايح تشجع فريقك، انت رايح تبص على فرقتك، انت رايح تشوف اللعيبة بتاعتك. انت مش رايح تعمل بلطجي. عمر الكورة ما كانت للبلطجية. عمر الكورة ما كانت كده. انا اعرف كمشجع ان انا اروح اشجع النادي بتاعي، اروح اخد زوجتي، اخد والدتي، اخد ابني، اخد بنتي، عشان اروح استمتع واشوف اللعيبه بتاعتي واشجعها. انا مش رايح عشان اشتم، انا مش رايح عشان بصوتي ده وبالشتيمه دي تدخل كل بيت وتجرح كل المشاعر. وانت عارف ماتش الاهلي والزمالك يعني 100 مليون بيسمعوا، يعني 100 مليون تلفزيون. فانت يا باشا، انت مش رايح عشان تقلب بلطجي، انت مش رايح عشان توصل صوتك وشتيمتك لكل بيت. لا، احنا مش عايزينك، احنا مش عايزينك. واعرف ان في قانون خلاص بيطبق، هتشتم هتتجاب. انت بتدخل بفان اي دي وبتدخل باسمك ورقم بطاقتك، هتشتم هتتجاب. وهو ده اللي حصل. بس رابطة الأندية يعني كالعادة واتحاد الكورة ما طبقش اللائحة كويس. هتقول لي ازاي؟ هقول لك ازاي. المفروض طالما في عقوبة يبقى في غرامة. في عقوبة في غرامة، طبق لك العقوبة. لكن عند النادي الأهلي لا، استثنى كده مفيش غرامة. لكن لو النادي الزمالك أو النادي المصري أو النادي الإسماعيلي ده كان طبق اللائحة. تعال نطبق اللائحة، تعال. لكن احنا عند النادي الاهلي نص لائحة. يا سلام سلم، يا سلام سلم. بس الجميل في ان يعني القرار ده ان اللي هيغلط هيتجاب. حلو الكلام ده. ما تشتمش، اوعى تشتم يا باشا. اقعد مؤدب واقعد على كرسيك وشجع فريقك وخد الترمس بتاعك وخد اللب واقعد استمتع بالمدرجات، استمتع باللعيبة، استمتع بالأجواء الحلوة دي. وما تنساش تعمل لايك وشير. ما تنساش تعمل لايك وشير. أيوة أنت اعمل لايك، اعمل لايك يا أخي. ندخل على الخبر الثاني. عبد الله السعيد. عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله السعيد طلع علينا امبارح بتصريحات نارية. هو الراجل كتر خيره، طلع علينا بتصريحات قال أنا قتلتهم بمشي من النادي الأهلي. لاعب عندك خلص العقد بتاعه، فالطبيعي ان انت تقعد وتجدد ليه. والله قبل انه هو يجدد كان به
مش عايز يجدد، خلاص مع السلامة. زي ما الزمالك بيعمل، وزي مش الزمالك بس انا عشان راجل زملكاوي فبحط الزمالك دايما في جملة مفيدة. زي ما كل الأندية بتعمل. هو اللاعب مش عبد عندك، عمر ما اللاعب كان عبد عندك. انا بتكلم على ادارات النادي الاهلي. ادارات النادي الاهلي بتتعامل كده مع اللعيبه دي، ان اللاعب عندي لا لازم يفضل عندي، وانا اللي بطلك كوره، وانا اللي مشيك، وانا اللي قاعدك. لا مش كده خالص. عبد الله السعيد قتلهم فعلا، تصريح في الجون، قتلتهم وفعلا. ومن ساعتها والاهلي يعني الكرف بتاعه في النازل من حيث المبادئ اللي بيقولوا عليها هم مصدعينها، وهم اللي عندهم مبادئ ولا عندهم اي حاجه. ما عرفتش تجدد للاعب اللي عندك، سيبه يمشي، سيبه يمشي يا سيدي، مالكش دعوه بيه. راح عبد الله السعيد مضى للنادي الزمالك، واستلم مقدم تعاقد حلو. الاهلي يسكت؟ لا ما يسكتش. لا انت ازاي، ويجري يا سيد عبد الحفيظ، ويجري يا محمود يا خطيب، ويجري قوم مصر كلها عليه. بهدلوا والاعلام بقى واشتغل، وسيف زاهر واحمد شوبير ما حدش سابه، ومحمد فاروق في صدى البلد ما حدش سابه. فعلا بهدلوه فعلا. يسيبوه؟ لا. تعالى يا عم تركي، الو مستشار تركي، تعالى لو سمحت عايزين نجدد اللاعب ده بأي طريقة، بأي طريقة ممكنة، لو سمحت تعالى. قالهم الراجل تعالى يا عبد الله، امضي ان انت في النادي الاهلي، مضى وخلص واستلم فلوس، وخلاص الاتفاق ان هو خلاص هيلعب في النادي الاهلي. النادي الاهلي يلعب؟ لا ما يلعبش، وحياتك ما حسيبك، امشي طلعوه بره. لا لا، قبل ما يطلعوه بره خلاص خد قرار محمود الخطيب ان هو عبد الله السعيد يتحط في الثلاجه. حلوه الثلاجه دي، الثلاجه يعني مفرمه اللعيبه، يعني حسيبك مش هتلعب. عبد الله السعيد يسكت؟ ما يسكتش، الراجل عايز يلعب. راح راح لتركي آل الشيخ، قال له انت مش متفق معايا اني انا بعد ما حمضي حلعب؟ قال له اه. راح كلم محمود الخطيب قال له انت ازاي مش عايز تلعب عبد الله تاني؟ قال له احنا كده بلطجة بقى، احنا كده عشان نعلمه الادب ان هو يمضي لنادي الزمالك. راح اللاعب عبد الله السعيد مرضيش بالكلام ده. يعني انا بحكي لكم الحدوته اللي انتم عارفينها، بس يعني ايه زياده ايه تاكيد. راح تركي آل الشيخ، المستشار تركي آل الشيخ اخده ولعبه في السعوديه اعاره لمده 6 شهور مش عارف ولا لمده سنه، وبعد كده طلعوا في الدوري الفنلندي. يسكت النادي الاهلي؟ ما يسكتش، انا هشتكيك وانا هعمل لك، وقدم شكاوي وقدم محاضر، عايز يخرب بيت اللاعب. ومركز التسوية اللي عندنا في مصر طبعا بيجامل النادي الاهلي، فراح غرم عبد الله السعيد 2 مليون دولار. عبد الله السعيد يسكت؟ ما يسكتش طبعا. راح اللاعب طلع على الفيفا ولغى قرار التسوية. لحد هنا تمام. برضو الاعلام مش ماسكين عبد الله السعيد، اي حاجه يدخلوا فيها عبد الله السعيد ويعملوا بوليكه. زي ما انتم عارفين الاعلام الاحمر والابواق الحمر. بس فاللاعب زهق، اللاعب مش عارف يتصرف. كل ما يلعب ماتش يشتموه، كل ما يمشي في مكان يتشتم بأمه ويتشتم بأبوه ويتشتم. مسكينه ليهم 3 سنين 4 سنين مدوخينه ومش هيسيبوه. كل ده عشان ان هو مضى لنادي الزمالك. فأرجو من إدارة النادي الأهلي التخلي عن هذا الموقف. تخلي، سيب اللاعب، خليه ياكل عيش، معاه أسرة. خليهم يبقوا كويسين في بيوتهم. بلاش شغل البلطجة ده. وأخيرا إني في حاجة بتتعمل صح اتجاه النادي الأهلي، وهي العقوبة على الجمهور بتاعه.
السلام عليكم.